السلام عليكم متابعي صفحتنا، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيناكم فيديو جديد عن الضجة اللي راهي واقعة بالمغرب، حيث خرجت مستشارة الرئيس الإسرائيلية أوريت موشي عن قيام مجموعة بأداء طقوس أمام سور باب دكالة في مراكش، وصرحت بما يلي: المغرب وطننا، وأجدادنا الأولون جاءوا من المغرب. هذا وأكد بن غفير مدعما قولها قائلا: صلاتهم عند باب دكالة هي صلاة سياسية يعبرون عن خلالها أن هذا المكان عندهم من مقدساتهم التي سيطالبون بها بعد ذلك، فيما يسمى عندهم بأرض الميعاد، وهي إسرائيل الكبرى والتي تشمل المغرب، إضافة إلى دعم بعض أشباه الإعلاميين لهم. خليك تشوف الفيديو. سيدي انا يهودي، انا يهودي سيدي. اللي كاين المسلم اي واحد بغى يولي يهودي بحقه اكيد. فاليوم عندنا في عقلو طقوس ديال خوتنا اليهود. ما جعل الشعب المغربي بين مؤيد ومعارض، حيث خرج الكثير منهم بمظاهرات كبيرة قرب باب دكالة. خليك تشوف الفيديو.